تالت طريقة، بحدد الشعور، بحدد مكانه، بحدد لونه، بحدد خامته، بحدد شدته من 0 ل10، وبسمح له يكون موجود، وبخرمه في المكان اللي هو موجود فيه في جسمي. أهم حاجة إن أنا أكون ريلاكس تماما، مسترخية تماما، بخرمه في المكان اللي هو موجود فيه في جسمي، وبلاحظ إن في انرجي بتخرج من الشعور أو الفكرة بعد ما حددت مواصفاته. في انرجي بتخرج من الكيس ده بعد ما خرمته وابتدت تتحرك في جسمي، واتنفس واخد كل الحلو من الانرجي اللي بتتحرك في جسمي دي لغاية ما الكيس بتاع الانرجي بيفضى تماما، باخد المكسب منه واسمح له يلات جو. الطريقة اللي بعد كده، وهي التكنيك الأساسي، بسمح للشعور يكون موجود just as it is. بسأل نفسي لونه، مكانه، شدته من 0 ل10، حجمه، وببص عليه بشكره ان هو موجود. شكرا لانك موجود، شكرا علشان كنت موجود طول السنين اللي فاتت بتعمل لي حاجة انا مش عارفها، واحس بالشكر والامتنان تجاه الشعور. الخطوة التانية اسأله انت جاي عشان تساعدني ازاي او تفيدني بايه، واتنفس. اسأله تاني انت جاي عشان تساعدني ازاي او تفيدني بايه، واتنفس. لو الشعور ما قلش بعد الخطوة دي وانا بتنفس، بخرمه برضو واتنفس، واقول له شكرا، انا دلوقتي عارفة ان انت جايلي برسالة ايجابية. انا عارفة ان انت معاك حق. يعني لو الشعور خوف، انت بتقولي فعلا معاك حق، الحاجة اللي انت فعلا خايف منها دي فعلا حقيقة. عشان انا في اللحظة دي افكاري ومعتقداتي ما تخلينيش احل الخوف ده، بس انا دلوقتي but now I'm grown enough، نضجت بما يكفي. فالحاجة اللي ناقصاني والخوف جاي يقول لي إنها مش عندي، أنا موافقة أستقبلها. بتنفس 3 مرات عشان أغير المصدر and let go.